السلام عليكم. النهارده هنعمل كبدة اسكندراني مظبوطة، طعمها غني وريحتها تجنن. تعالي نشوف الخطوات سوا. أول حاجة هنخلط الثوم مع الملح والبهارات كويس ونركنه على جنب. في طاسة سخنة هننزل بنص كوباية زيت. دلوقتي هننزل بالفلفل الرومي والحار ونقليهم في الزيت. خلي بالك الزيت مهم جدا عشان هو اللي بيظبط الطعم. بعدين نرفعهم من على النار في طبق على جنب. في نفس الزيت هننزل بنص خليط الثوم اللي عملناه ونقلب لحد لما ياخد لون ذهبي. بعد كده هننزل بالكبدة وكل ده على نار عالية ونفضل نقلب، وأول لما تستوي هننزل بباقي خليط الثوم وهنقلب دقيقتين. وبعد كده ننزل بالخل ونقلب تقلبتين. بعدين ننزل بالفلفل ونرفعها من على النار. جربي الكبدة الاسكندراني بالطريقة دي وقوليلي رأيك في الكومنتات. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو عجبتك الوصفة.